إذا شعرت بالضيق تذكر أن الله لا يبتليك إلا ليخرجك من ضيق إلى سعة ومن ظلام إلى نور. فقد يراك تتألم لكنه يعلم أنك ستصبر، وقد يراك تبكي لكنه يعلم أن قلبك سيطمئن بذكره. أحيانا لا نفهم الحكمة وراء الألم، لكننا نؤمن بأن الله لا يخذل من لجأ إليه، ولا يثقل نفسا إلا بقدر ما تستطيع تحمله. ربما يكون الضيق الذي تعيشه الآن هو باب الرحمة الذي سيفتح لك قريبا، وربما يكون الحزن الذي يسكنك اليوم هو ما سيجعلك تسجد لله. فما خذلك الله يوما، وما نسيك، وما تركك وحدك. فمهما ضاقت بك الدنيا تذكر أن سجدة واحدة تبدل الحال، ودعوة صادقة تغير القدر، وصبرك اليوم هو مفتاح سعادتك غدا. ثق أن الفرج قريب، وأن يد الله تعمل في الخفاء لترتب لك حياة أجمل مما تتخيل.